سؤال مع الطويل التالي. الطويل لم يكتفي بسؤاله الغبي ذاك، بل أورد غباء آخر، وهو قال بأنه يلزم من قولكم بأنه ليس بالخارج أن يكون في الداخل، وإن لم يكن في الداخل فهو في الخارج. وأتى بقاعدة يعرفها المتكلمون والمناطقة، وأوردها لماذا؟ لأن سالم الطويل كما وصفه بعض أصحابه بأنه ما يطلبه المستمعون. وهذه إشكالية كبيرة، أن سالم الطويل يرد لأجل الناس لا لأجل الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى ومراعاة المصلحة في الرد وعدمه، فهو وغيره من طلاب العلم يصدق عليهم أنهم ما يطلبه المستمعون. وقعت محادثة بينه وبين أحد الأشخاص يدعوه فيه لمناظرته، وكان من كلام ذلك الرجل لسانه الطويل أن قال له بأن المقبالي يجادلك بعلم الكلام، يناقشك بعلم الكلام. فاضطر سالم الطويل أن يقحم نفسه في هذه اللجة، وأراد أن يتمنطق وأن يأتي بكلام، وقال أنك لا بد أن تثبت لله تعالى إما أن يكون في داخل العالم أو أن يكون في خارج العالم، وإلا وقعت في التناقض. فقولك ليس في الداخل وليس في الخارج تناقض، لأن هذه قضية، لأن التناقض ما هو؟ قال النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إن لم يكن في الداخل ففي الخارج، وإن لم يكن في الخارج ففي الداخل، لأن الداخل نقيض الخارج والخارج نقيض الداخل، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب خلينا نشرح الكلام هذا لأهل السنة وللإباضية ولجميع الناس وللمقبال بنفسه. التباين والاختلاط وصفان متقابلين تقابل النقيضين، وكل ما تقابل كل اثنين تقابل نقيضين عقلا لا يرتفعان ولا يجتمعان، وإنما يرتفع أحدهما ويثبت الآخر، إما يثبت الأول ويرتفع الثاني، وما يثبت الثاني ويرتفع الأول، لا يرتفعان ولا يثبتان. فمثال الآن بائن أو مختلط، ربنا جل وعلا بائن أو مختلط. البائن ومختلط متقابل تقابل نقيضين. إن كان الله عز وجل بائن فليس بمختلط، وإن كان مختلطا والعياذ بالله فليس ببائن. ما يقال إلا هذا، لا يقال ربنا جل وعلا لا بائن ولا مختلط، نفي النقيضين، كما لا يقال الله عز وجل بائن ومختلط، لا يجتمعان بائن ومختلط، ولا يرتفعان يقال لا بائن ولا مختلط عقلا. كمثل سالم الطويل، فهو في داخل غرفته، فإن لم يكن في داخلها ففي خارجها، وإن لم يكن في خارجها ففي داخلها. أما أن يكون لا في داخلها ولا في خارجها فهو حكم عليه بالعدم. لماذا؟ لأنه جثة، لأنه جسم، لأنه جرم، وبما أنه جرم فهو محتاج إلى أحد الوصفين. لازما يجب وجوبا أن يتصف بأنه إما داخل وإما خارج، فإن لم يكن في الداخل ولا في الخارج فهو معدوم، لأنه جسم محتاج إلى حيز يوجد فيه. وأراد سالم الطويل أن يطبق هذا على الله، فيقول إن لم تعتقد أن الله داخل العالم فهو في خارج العالم، وإن لم تعتقد أنه في الخارج فهو في الداخل. أما أن تقول ليس في الداخل ولا في الخارج فقد جمعت بين النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا في حق، وهي قاعدة صحيحة، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان قاعدة صحيحة، ولكن ضابطها لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في حق من يلزمه أن يتصف بأحد النقيضين. يجب أن لا يتصف بالنقيضين مع من يلزمه أن يتصف بواحد منهما، فإن لم يكن في الداخل ففي الخارج، وإن لم يكن في الخارج ففي الداخل. يجب أن يتصف بأحد النقيضين. أما إن كان لا يلزم أن يتصف بأحد النقيضين فيجوز ارتفاعه معا. فنقول مثلا الجدار الذي يتكئ عليه سالم الطويل، هذا الجدار
ليس بجائع ولا شبعان، هذان نقيضان اجتمعا فيه. وليس بعطشان ولا مرتو، وليس بمستريح ولا تعبان، لا هو بمستريح ولا هو متزوج ولا أعزب. الجدار الذي يتكئ عليه صارم الطويل لا متزوج ولا أعزب ولا جائع ولا شبعان ولا مريض ولا مرتوي ولا عطشان. هذه نقائض اجتمعت فيه. هذان نقيضان اجتمعا في من؟ في جدار لا يجوز أن يتصف بواحد من الوصفين. الوصفان يستحيلان عليه، الوصفان يتعذر أن يتصف بواحد منهما. فلما تعذر أن يتصف الجدار بهذين النقيضين جاز وصفه بهما. فالجدار لا يمكن أن يجوع ولا يشبع ولا يظمأ ولا يرتوي ولا يتزوج ولا يكون أعزب. هذه أمور كلها لا تجتمع في الجدار. هذان نقيضان اجتمعا فيه لأنه لا يلزمه أن يتصف بواحد منهما. فلما كان الله جل وعلا أغنى عن العالمين جميعا وأعز من أن يكون في داخل العالم وفي خارجه، جاز أن لا يتصف بهما جميعا، فارتفع النقيضان عنه، فهو لا داخل ولا خارج. لماذا؟ لأن الوصفين في حقه محال. فلكن أقول يا سالم، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. العلماء يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فالحمد لله على العافية. وإضافة على قولكم بأن القاعدة بأن النقيضين لا يجتمعان ويرتفعان، لنلزمك بهذه القاعدة أن تلتزم بها. أما نحن نقول في حق الله لا نلتزمها، في حق الله لا نلتزم بهذا. لكن بما أنك فهت بها تفوه المسلم بها، فماذا تقول أنت ماذا تقول في عقيدتك الناصة على أن الله على العرش حقيقة ومع الناس حقيقة، عقيدة ابن تيمية ووافقه عليه الشيخ العثيمين، أن الله على العرش حقيقة وأنه على العرش حقيقة وأنه مع الناس حقيقة. وابن القيم في مختصر الصواعق يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قربا حقيقيا. القرب ها هنا قرب حقيقي، حكاه عنه الشيخ العثيمين في فتاوى العقيدة. طبعا أنت لم تطلع على هذا لأنك لا تقرأ كما قلت، أنت ربما تقرأ قصاصات، مطويات، منشورات، رسائل واتساب، تتصفح على الفيسبوك، على مواقع الانترنت. هذا غاية علمك ومنتهى معرفتك. أما أن تطلع فلا. أقول لك العثيمين حكى هذا حكاية المقر له عن ابن القيم في الصواعق المرسلة، أنه قال بأن ابن القيم فسر قرب الله بالقرب الحقيقي، فإني قريب. سألك عبادي عني فإني قريب. والمعية عند ابن تيمية وهو معكم أينما كنتم معية حقيقية. ثم إنكم كذلك قلتم بأن الله تعالى على العرش حقيقة وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حقيقة. ثم وقعتم في اضطراب عجيب، هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ هل تكون السماوات الست فوقه والعرش يكون فوقه وتحت أم لا؟ الآن هل أنت مع من يقولون بأنه ينزل ولا يكون العرش تحته والسماوات تحته فتجمع النقيضين؟ إذا قلت بأنه ينزل بناء على قاعدتك ينزل ولا يكون العرش فوقه، فابحث لك عقل غير عن عقلك هذا الذي أنت تقول لي هذا الكلام. أشوف لك غير العقل هذا، أنا أوجهه لك. ابحث عن عقل غير عقلك هذا، لأن عقلك أنت يقول بأن اجتماع النقيضين محال، وعقيدتك جمعت بين النقيضين، فتقول بأنه ينزل نزولا حقيقيا ولكن العرش لا يكون فوقه ولا يخلو منه. هو على العرش حقيقة وينزل إلى السماء الدنيا حقيقة. لا مهرب لك إلا أن تكون إباضيا في هذه المسألة.
ستكون إباضة في هذه المسألة وتقول بأن الله ليس كمثله شيء. نحن قلنا أنه لما كان الله ليس كمثله شيء لا مكان له، استغنى عن المكان لأنه ليس كمثله شيء. أم أن باءكم تجر وباء غيركم لا تجر؟ لما تأتون لعقيدتكم أنتم تقولون ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا حقيقة، وهو في نفس الوقت على العرش حقيقة. ولما يسألكم السائل يقول لكم كيف يكون على العرش حقيقة وينزل حقيقة، تقول لأنه الله. ونحن نقول لكم عندما تقولون كيف لا يكون لا في العالم في داخل العالم حقيقة ولا في خارجه حقيقة، ونقول لكم لأنه الله، تقول أنتم تعبدون عدما. الواقع أنكم تقولون بالمكان، تقولون تثبتون لله المكان لحاجة اعتقاد وجوده عندكم إلى مكان. يعني إذا لم تعتقدوا أنه في مكان فإنه لا وجود له عندكم، فصار الله محتاجا في إثبات وجوده إلى مكان. المكان هذا هو حاجة ثابتة لله عندكم ليثبت وجوده، لأنه لو لم يكن في مكان فلا وجود له. نعوذ بالله وتعالى الله وتقدس. سؤال مع الطويل التالي.